الجدار الجليدي والقارة القطبية الجنوبية في العموم واحدة من ضمن ألغاز الكون، واللي كتير ظهرت حكايات وأساطير بتتكلم عنها، منها حكايات جغرافية وعسكرية لحد قصص ما وراء الطبيعة والوحوش والأشباح، واللي حكايتها ارتبطت بقصة الجدار الجليدي. فهل فعلا الجدار الجليدي ده وراه لغز غريب لعالم ما وراء الطبيعة؟ وإيه سر التأمين العسكري اللي مش مفهوم من بريطانيا في المكان ده؟ وليه ممنوع إن أي حد يزور المكان ده أو يستكشفه مهما كان هو مين وجنسيته إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن الجدار الجليدي. لكن قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا. أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية بتبلغ مساحتها حوالي 14 مليون كيلومتر مربع تقريبا، لكنه برغم المساحة الكبيرة دي للقارة فهي ما فيهاش بشر، لأنه ببساطة مين هيعيش في مكان درجة حرارته بتوصل ل 40 درجة مئوية تحت الصفر؟ ده غير طبقات الجليد اللي بتغطي القارة كلها تقريبا، واللي سمكها لوحده بيوصل لأكتر من 2 كيلومتر. تخيل معايا مكان متغطي بطبقة جليد سمكها 2 كيلومتر، فأكيد هيكون مكان غير مأهول بالسكان. فكرتنا عن الجدران الجليدية والقارات القطبية دايما بنكون واخدينها من أفلام ومسلسلات أجنبية، ودايما المسلسلات دي بتبين الجدار الجليدي على إنه مكان ممكن أي حد يروحه ويستكشفه، لكن الحقيقة غير كده طبعا. من وقت للتاني بتظهر نظريات عن القارة دي والجدار الجليدي اللي موجود فيها، ومن كام سنة ظهر فيديو للجدار ده من العدم، واتقال وقت انتشار الفيديو إن الجدار الجليدي ده جدار ضخم جدا وبيحيط بالأرض بالكامل وموجود عند حافة الكون. لكن الأغرب من الفيديو ومن الكلام عن الجدار الجليدي هو تواجد الجيش البريطاني بكثافة جوه القارة دي، وكمان الحراسة الشديدة اللي موجودة بالقرب من الجدار الجليدي ده غير كمان إنهم بيمنعوا أي حد من مجرد التواجد في محيط الجدار الجليدي ده أو استكشافه، وبيمنعوا الطيارات أو السفن من إنها تعدي من المنطقة دي، وبتعتبر منطقة الجدار الجليدي من المناطق المحظورة للطيران والسفن. البداية كانت سنة 1842، وفي البداية الاستكشاف ده ما كانش بهدف استكشاف القارة نفسها أو حتى استكشاف الجدار الجليدي اللي موجود فيها، لكنه كان بهدف استكشاف القطب المغناطيسي الجنوبي زي ما تم قبلها اكتشاف القطب المغناطيسي الشمالي. الرحلات الاستكشافية دي مش كلها كانت بتكمل بسبب برودة المكان وصعوبة التحرك فيه في الوقت ده، خصوصا ان وقتها ما كانش فيه الطفرة التكنولوجية اللي موجودة دلوقتي، وكانت معظم الرحلات دي بتفشل فشل ذريع انها حتى تعدي الجدار الجليدي اللي موجود في القارة. الكلام ده استمر كده لحد سنة 1911 لما قررت دولة النرويج انها تطلع بعثة استكشافية للقارة القطبية الجنوبية، وكانت البعثة بقيادة العالم روالد اموندسن. وفي نفس الوقت ده تقريبا كانت قررت بريطانيا هي كمان انها تبعت بعثة استكشافية لاستكشاف القارة والجدار، وبعثة بريطانيا كانت بقيادة العالم روبرت فالكون. العالم روالد أموندسن وفريقه البحثي كانوا أول ناس يقدروا يوصلوا للنقطة دي ويعبروا الجدار الجليدي، واللي ساعتها وصفوه بدقة كبيرة جدا، وقالوا وقتها إن الجدار مساحته بتوصل ل 500.1 ألف كيلومتر، وعرضه بيوصل ل 800 كيلومتر، وإنه بيحيط بالأرض لكن جزء كبير منه موجود تحت المية. وقالوا كمان إن الجدار مليان بتلال جليدية ضخمة بتصعب كتير من عملية استكشافه، لكن وقتها كلامهم كان كلام طبيعي، ما كانش فيه أي حاجة بتتكلم عن كائنات غريبة أو وحوش أسطورية أو أي حاجة ليها علاقة بما وراء الطبيعة. والكلام لحد هنا كان طبيعي بشكل كبير، قارة جليدية والعلماء بيحاولوا يستكشفوها، ايه المشكلة؟ قبل ما اقولك المشكلة يا صديقي خليني افكرك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، دعمك ليا هيخليني استمر في تقديم المحتوى ده بأفكار أفضل إن شاء الله. المشكلة يا صديقي بتبدأ سنة 1954 لما قناة أمريكية استضافت العالم ريتشارد بيرت، واللي كان وقتها كمل 30 سنة من عمره في استكشاف العوالم الخفية، واللي كان منها 12 سنة كاملين في القارة القطبية الجنوبية. العالم ريتشارد وقتها اتكلم عن أشياء غريبة جدا موجودة جوه القارة، وإن فيها حاجات الإنسان عمره ما شاف زيها قبل كده. ومن هنا بدأت الأساطير عن ما وراء الجدار الجليدي. من ضمن الأساطير اللي بتتحكي عن المكان ده انه بيعيش فيه كائنات ضخمة جدا بتشبه العمالقة، وان المكان ده فيه اهرامات بتشبه لحد كبير اهرامات الجيزة، وان الكائنات اللي بتعيش في المكان ده كان ليهم تواصل مع الحضارة الفرعونية القديمة، وانهم ساعدوهم في بناء الاهرامات اللي موجودة دلوقتي في مصر. وواحدة من الاساطير اللي بتتحكي عن المكان ده هو انه بيحتوي على الجزيرة اللي محبوس فيها المسيح الدجال، لانه زي ما احنا عارفين من الحديث النبوي اللي موجود في صحيح مسلم ان الدجال محبوس في جزيرة في عرض البحر، لكن الكلام ده اكيد مش صحيح لسببين
لسببين، أولهم إن ما وراء الجدار الجليدي هو يابسة مش بحر بيتوسطه جزيرة، وده طبعا طبقا لكلام العالم روالد أموندسن. والسبب التاني إننا فهمنا من الحديث النبوي إن الدجال موجود في جزيرة في البحر الأحمر، وده لأن الناس اللي شافته على حسب الحديث كانوا متجهين ناحية الشرق، وده وقتها ما كانش ينفع إلا من خلال البحر الأحمر. ده غير الأسطورة اللي بتقول إن المكان ده هو مكان يأجوج ومأجوج، لكن طبعا دي خرافات، وده لأننا متأكدين من القرآن إن سد يأجوج ومأجوج عبارة عن ردم من الحديد والنحاس، مش جدار جليدي أبدا. بعد ما خلصت الحرب العالمية التانية بسنة واحدة تقريبا، أمريكا قررت إنها تستولى على القارة القطبية الجنوبية، وبررت ده بإنها محتاجة المكان الفاضي ده عشان تعمل تجارب بحثية وعسكرية، وإنها مش بتستهدف البحث عن ثروات القارة لنفسها. لكن مجموعة من الدول الأوروبية رفضت المقترح ده تماما، وشافت إن القارة دي حق أصيل ليهم. وبعد مباحثات استمرت كتير، حصلت اتفاقية وقعت عليها عشرات الدول، والاتفاقية دي بتنص إن القارة دي حق لجميع الدول إنها تقوم بالأبحاث العلمية جواها، لكن بشرطين. الشرط الأول هو عدم إجراء أي تجارب نووية، والتاني هو إن الدول اللي هتعمل أي بحث علمي تشارك نتائج البحث ده مع باقي الدول اللي موقعة على الاتفاقية. وفي سنة 2019 وصل عدد الدول اللي موقعة على الاتفاقية دي ل50 دولة. ما وراء الجدار الجليدي هيفضل مكان من الأماكن الغامضة في الكون، حكايته زي حكاية مثلث برمودا بالظبط، محدش عارف حقيقته فين ولا ايه اللي بيحصل فيه، واللي بيحصل ده بيحصل ليه بالظبط. لكن المؤكد إن في يوم من الأيام هيتكشف سر الأماكن دي وهنعرف كل حاجة عنها. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة من مسلماينز. ما تنسوش تقولوا لنا اقتراحاتكم في الكومنتات عن المواضيع اللي حابين نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.